السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا ان شاء الله كده في احسن حال، وسنة جديدة سعيدة علينا يا رب وعلى العالم اجمع، وربنا ان شاء الله كده يعني ينعم علينا بالامن والسلام بإذن الله في السنة الجديدة دي. بصوا بقى فيديو النهاردة بقى ان شاء الله هنكمل بقى بقية تنظيفات المطبخ. الجزء اللي فات ده عملته معاكم في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع الكوفي كورنر. دلوقتي هكمل بقى التنظيفات الداخلية علشان مشتريات الشهر بقى اللي هنجيبها، ونبتدي نرص كل المخزونات بتاعتنا. الضرفة دي اللي انا بحط فيها كل الحاجات اللي هي المكرونات والشعرية واللسان عصفور والحاجات اللي انا بعملها دي، والشوفان والحاجات ديت. فكانت اغلبيتها فاضية ومحبتش ان انا ارجع اي حاجة فيها تاني غير لما اغسلها، لان الضرفة دي كلها العلب دي كلها عايزة تتغسل، والضرفة عايزة تتلمع كده تلميع سريع. هي على طول ايدي فيها، بس عشان حبيت كده ان انا احمسكم واشجعكم وايه ونعمل مع بعض كده تنظيفة عميقة للعلب دي، العلب ديت كلها. زي ما انتوا شايفين كده شلت بقى كل العلب، هي اغلبيتها فاضية. لما كانت بتفضى ما كنتش برجعها تاني عشان كنت عايزة انزلها زي ما قلت لكم. ان شاء الله فيديو النهارده يشجعك جدا. تابعي بقى معايا الفيديو وان شاء الله تستفيدي منه، وما تخرجيش من الفيديو غير لما تشوفي المحتوى بتاعي. ان شاء الله يعجبك. لو اول مره بتشوفيني حطي لي بقى لايك للفيديو واشتراك في القناه، وعلمي على علامه الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بنزله، وباذن الله يعني تتابعيني كده وتستفيدي. نزلت بقى كل العلب بقى بتاعت المكرونات ولسان عصفور وكل الحاجات اللي احنا بنستعملها ديت، ونزلتها كده حطيتها في الحوض، وشلت بقى الصفية لانها مش هتكفي، وكده كده برضو عايزة تتغسل معايا. وهي هحط بقى ايه هغسل يعني، واحط كده، وبما اجي اشطف بقى هحط كده فوطة اصفي عليها كده، علشان العلب كتير جدا والجزء بتاع الرخامة ده واسع ما شاء الله، فهياخدهم كلهم. زي ما انتوا شايفين كده جبت بقى الليفة البلاستيك، وطبعا لازم تغسلي بليفة بلاستيك او سبونجة علشان العلب ما تتجرحش من السلك بتاع المواعين العادي دوت، علشان تفضل بلمعتها كده، وتفضل يعني العلب بتلمع مش متجرحة. زي ما انتوا شايفين كده بغسل بقى العلب. وعايزة اشكركم على الفيديو اللي فات وعلى تفاعلكم وعلى كل الناس الجديدة اللي دخلت عندي، وارحب بيهم. ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنهم كده، ويعجبهم بقى فيديوهاتي ويتابعوني باذن الله، وعيلتنا الصغيره كده تكبر باذن الله بيكم ان شاء الله. خلصت بقى كده غسيل العلب كلها، وبعد كده هنزل بقى هنزلهم تاني في الحوض، وبعد كده هنشف بقى مكان ما الصابون والكلام ده، واحط بقى فوطه كده فوطه تنشيف. علشان ايه؟ الفوطه دي اللي هي المايكرو فايبر، بس التقيله جدا، كنت جايباها تقيله جدا. تمسكوها اصلا تحسوها كده عامله زي ما اكون ايه مرتبه، يعني تقيله جدا. هصفي بقى عليها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وهسيبهم بقى يتصفوا. انا عملت ايه بقى؟ عشان طبعا انا المكان ده ما بستغناش عنه عشان الصفايه وبحطها ويعني وبحط كذا حاجه في المكان ده. استنيتهم لما صفوا ميتهم خالص، ورحت لماهم على صينيه كبيره كده مدوره، ورحت حطهم ناحيه البلكونه علشان الهوا ينشفهم، عشان ما يبقاش فيهم اي ميه اي رواسب اي حاجه. الهوا بتاع البلكونه كده، فتحت البلكونه حته صغيره عشان الهوا ينشفهم. بعد كده بقى جيت عند الرخامه بقى من تحت. انا الضرفه دي الوحيده اللي هي كنت عايزه اعملها تنظيف عميق، بقيت الضرف نظيفه لان ايدي فيها على طول وكده. فخلصت بقى الجزء التاني ده، وشلت بقى بتاعت اللي هي الخشبيات اللي انا عاملاها الديكوريه دي، وشلت كمان بتاعه التوابل الخشب دي. وهعمل هعمل مكان كده تاني، او احط طقم تاني كده، وهحطه في مكان تاني كده للتوابل. هتشوفوه معايا الفيديو اللي جاي ان شاء الله يعجبكم جدا، وهوريكم استيكر التوابل اللي انا بعمله بطبعه ازاي وفين. وهيعجبكم جدا. استيكر اللي هو الترندي ده حلو قوي، ابيض في اسود، ديكور هيعجبكم جدا. استنوا الفيديو الجاي. هرصت بقى، انا غسلت كده الرخامه كده بالليفه والصابونه، ولميت الصابون والكلام ده، وهرص بقى الحاجات كده على نظافه، علشان احس كده ان انا كل جزء في المطبخ كل فتفوته عملتها. بالمناسبه انا كده خلصت، دخلت بقى على الجزء بتاع البوتاجاز. بالمناسبه انا عملت السيراميك كله مشيت عليه بالسلكه كده والبخاخه. بس ما جبتوش بقى معاكم، لان ايه يعني الجزء بتاع السيراميك ده بيبقى عالي شوية، جزء انا بعمله وجزء مثلا بطلع على الكرسي او على السلم او حاجة.
طبعا معرفتش اصوره معاكم خالص. جيت هنا بقى البوتاجاز، انا برضو كنت عامله له تنظيفه كده عميقه مع نفسي، بس ايه، من على الوش كده كنت غاسله العيون والفرن وكنت ملمعاه من جوه ومن الجناب، بس جيت بقى من على الوش كده مطرح ما كنت عامله الاكل قلت كده ايه خليني اغسله كده عشان يبقى المطبخ برضك معايا نظيف. بصوا يا جماعه، انا برضو هقول لكم زي الفيديو اللي فات، انا من انصار الناس اللي بتحب تنظف الحاجة جدا جدا على اكمل وجه. ما بحبش ان انا اعمل حاجة من على الوش، بحب امسك فتفوتة فتفوتة انضفها. ولو هعمل كل يوم حاجة احسن لي من ان انا اعمل كل الحاجات مع بعضها. هنا بقى خلصت بقى الجزء بتاع البوتاجاز وقفلت الازاز كده، بحب اقفل الازاز قوي. كنت حابة اغير كده البتاع بتاعت المعالق دي، بقى لها كتير محطوطة فشلتها وجبت واحدة تانية كده ثبت اللي هو الدانتيل ده. بحط كده فيه شوية الحاجات اللي انا بستخدمهم ايدي فيهم يعني بحتاجهم بسرعة كده وايدي فيهم على طول، بحطه كده. وكنت جايبة بقى بتاعت المعالق الجديدة دي اللي شفتوها في فيديو المشتريات معايا. هشيل برضو بتاعت المعالق ديت واحط في الايه في الجديدة زي ما انتوا شايفين كده. امورة قوي، كنت جايباها ب30 جنيه تقريبا، او 30 جنيه او 25 جنيه، بس حلو قوي ولونها ابيض. وكمان عجبتني في ايه، في ان هي البتاعة اللي من تحت دي بتتشال وبتتركب بتاعتها علشان لما تتملي مية كده افضيها. حطيت بقى كده بتاعة المعالق، هو ده مش مكانها بس انا حطيتها علشان عايزة الجزء بتاع الحوض ده فاضي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هغسل بقى الشفاط لان الشفاط كان عندي حالته صعبة جدا. هعمل ايه، مليت بقى الحوض بتاعي، حطيت كده السدادة بتاعته وحطيت شوية كلوروكس ابيض كده، وهحط كمان اللي هي اللهلوبة ديت برضو حلوة قوي بتنضف معايا. واحط كده الشفاط، انا بنقعه شوية، ما عنديش طبق يعني يشيل كده الشفاط او اللي هو الشفاط يجي فيه مرتاح غير الحوض. عجبني قوي يعني الحوض بتاعي ما شاء الله ما شاء الله، يعني في كل استخداماتي فيه بيعجبني وبيبقى نافعني جدا. انا كنت بقى مستعجله عايزه اخلص كده ومش عايزه افضل بقى سايبه الشفاط كده واعمل بقى للمطبخ كله ديل، كنت عايزه اخلص بقى المطبخ كله. مش عايزه اسيب بقى حاجه واخرج واعمل وكده، عايزه اخلص بقى كل بقيه الحاجات اللي ورايا دي النهارده. رحت مكحته كده بالسكينه زي ما انتوا شايفين، كان سهل قوي بعد النقع كده ان انا اطلع كل الاتساخات دي بالسكينه كده، وكانت طلعت معايا على طول. طبعا انتي لو نقعاه بقاله شويه يعني مثلا كام ساعه هتطلع معاكي على طول، يعني مش هتكمل. اللهلوبه كمان ساعدتني قوي، ويعني منتج تحفه بصراحه. ساعدتني قوي في ان انا يعني الرغوه بقى وان انا مثلا ادعك وكده، والسلكه اللي هي الخشنه دي برضو. الحاجات دي كده بتساعد الواحد كده وايه بتخليه يخلص بسرعه. الجزء ده برضو كان بصوا تحسوه تراب اكتر ما هو دهون، بس اللي هو برضو بالسكينه كده بصوا بيطلع بسرعه جدا جدا. ابتديت بقى ان انا اغسله كده ودعكته كده بالسلكه في الميه. وفايدة بقى النقع ان انتي الحاجة بتبوش معاكي فبتخليكي ايه تسهل عليكي بصراحة. بقيت اغسل كده جزء ورا جزء كده بسرعة. الشبكة دي بقى من ارخم الحاجات في الشفاط، بالذات الشفاط الفريش، يعني تحسوا الشبكة بيعمل الشبكة دي معاه على طول. هي حلوة بتحمي من ان اي حاجة تدخل لو انت سبتي البتاع بتاع الشفاط مفتوح، بس رخمة في تنظيفها قوي، بتحتاج نقع شوية. انا فضلت نقعاها وفضلت ان انا كحتها كده بالسكينة، وعشان تعرفي هي نطفت ولا لا بتعمليها كده في النور بتلاقي لسه في اجزاء عندك ما نطفتش. انا الاجزاء اللي ما نطفتش ابتديت ان انا اعملها بالسكينة واغسلها تاني واعمل واغسل وكده لحد لما نطفت. خلصت بقى كده الشفاط وسبته اول لما يعني نشف خالص ونشفته انا بالفوطه، ورحت معلقاه برضو بسرعه كده علشان ما يبقاش بقى زي ما بقولكوا المطبخ ليه ديل تاني. كنت عايزه بقى انضف الشباك، كنت بوريكم الشباك قد ايه عليه تراب ودهون وكده. يعتبر من ساعه ما كنت عامله المطبخ عامله الولاده ما عملتوش تاني، او ما عملتش بقى الحاجات اللي هي العميقة اللي الشباك والشفاط والقصص ديت، ما كنتش بصراحة عملت. فايه قلت بقى خليني امسك كده ايه الحاجات واحدة واحدة علشان احس كده ان انا ايه لا عاملة فعلا نظيفة. نزلت ضرفة الشباك هي بتتفك، نزلتها كده زي ما انتوا شايفين، وابتديت ان انا بقى ادعك كده
بالليفة البلاستيك اللي معايا علشان ما جرحش برضو الشباك من السلك زي ما انتوا شايفين كده. والضرفة ما شاء الله كانت تقيلة جدا جدا، يعني كنتش عارفة اتحكم فيها في الحوض. الاحسن بقى ان انتي تحطي فوطة كده وانتي بتصبني اي حاجة في ارضية الحوض عشان تساعدك ان الحاجة ما تجريش كده معاكي. انا بعمل كده بس وانا بقى بقول لكم مستعجله وخايفه بقى اولادي يصحوا والكلام ده، كنت بصوا بعمل كده ايه، جري جري. يا رب ان شاء الله تكون كل حاجه بعملها بتستفيدوا منها، بتكون افكار ملهمه. كلنا ستات بيوت شاطرين وكلنا بنعرف نعمل كل حاجه، بس احنا بنشجع بعض وبندي لبعض كده افكار، سواء انا بديكوا فكره، حد بيكتب لي في الكومنتات فكره، حد تاني بيقول لي فكرة بنقلها لكم، كلنا بنفيد ونستفيد يعني. وعايزاكي لو انتي بقى بقيتي تتابعيني وبقيتي تستني فيديوهاتي، انا لسه قناتي صغيرة بس ان شاء الله ان شاء الله تكبر بيكم. لو بقيتي بتتابعيني وبتستني الفيديو بتاعي وبتستفيدي منه اي حاجة، اكتبي لي كومنت حلو كده زيك علشان اعرف كده ان في حد بيتابعني وحد بيتفرج كده على المحتوى بتاعي، علشان فعلا فعلا كومنتاتكم الحلوة بتفرق معايا جدا جدا. خلصت بقى الجزء بتاع الشباك وتصفى خالص لانه كان فيه مية كتير، اتصفى ونشفته وعلقته برضو. وهنا الصفاية بقى كانت اخر حاجة معايا، الصفاية واللي هي الاكسسوارات بتاعة الحوض برضو كنت عايزة ادعكهم كده دعكة نظيفة. مسكت بقى الصفاية. بصوا اليوم ده كنت مخصصاه كده، كنت يعني كنت عاملة محشي من قبلها بيوم وكان متبقي عندي اكل، فكنت عارفة نفسي ان انا ايه الاكل ان انا هسخن، بس ما كنتش بقى ان انا ايه هعمل اكل يعني هستغل المطبخ في حاجة. فقلت كنت مبسوطة الصراحة ان انا ايه مش هعمل اكل ولا هقف اعمل اي حاجة، كان اليوم للمطبخ بس. زي ما انتوا شايفين بقى خلصت الصفاية وركنتها برضو ورايا كده على البوتاجاز، ازاز البوتاجاز وانا قافلاه. وابتديت بقى ان انا اغسل الاكسسوارات بتاعة الحوض كده، لان الاكسسوارات ديت من الحاجات برضو المهمة اللي انا ايدي فيها طول الوقت وبستخدمها، بالذات الصفاية بتاعة الحوض ديت بحطها كده واملى الازايز كده من الفلتر، بغسل فيها الخضار والفاكهة، احيانا بصفي فيها كل حاجة بصراحة، هي ايدي ورجلي طبعا في المطبخ. جبت بقى حتة من اللهلوبة كده ورحت ماسكة الحوض بالرخام كله بالخلاط بالحنفية بتاعة الفلتر، هي المكان الصبانة، كل حتة في الحوض اتغسلت واتمرشت. انا بغسل كده معاكم برضو يعني بعد ما قفلت الكاميرا شمرت خالص بقى، ورحت ماسكة بقى الخلاط بالجزء بتاع اللي هو بتاع الابيض اللي قدامكم ده، الفوم ده برضو غسلت. بصوا مسكت الحتة دي مرشتها حرفيا، بس ما كنتش عارفة اتحكم قوي في التصوير علشان المكان ده عندي ضيق شوية، فمش عارفة اتحكم قوي في التصوير يعني. زي ما انتوا بقى شايفين كده ابتديت اشطف وهنشف بقى الصابون وهنشف بقى الدنيا بتاعتي كده. بصوا منتهى السعادة عندي لما بخلص كده المطبخ كله على بعضه، بالذات لما اكون عامله له تنظيفات عميقة، يعني بحس كده ان انا عملت الشقة كلها، خاصة ان انا خلصت الشقة كلها بره، ما كانش فاضل عندي غير المطبخ، او كنت بعمل في المطبخ وبعمل في الشقة مع بعض. فالمطبخ نفسه لما خلص حسيت الشقة كلها نطفت. بصوا الجزء ده بقول لكم ان انا عملته بالخلاط، والشباك طبعا متنضف والشفاط. الجزء ده بقى بيلمع لان الجزء ده اكتر جزء مستهلك عندي، علشان بقف بقى طبعا على الحوض والمواعين والاكل والكلام ده، فالجزء ده ضايع. مسكته بقى خليته بيلمع ونشفته كده وخليت الدنيا زي الفل. هبتدي بقى ان انا احط الصفايه بقى على نظافه، الصفايه برضو الدعكه نظيفه. وايه رايكم في الفرع بتاع الورد اللي هو الاخضر ده اللي انا حطاه، برضو كنت لسه جايباه جديد، حطيته كده علشان يكسر اللون الابيض شويه ويديني كده شياكه برضو في المكان. عايزاكم برضو تكتبولي حبيتوا الفكرة بتاعتي ولا لا، ان احنا ننظف كل يوم حاجة، او نعمل زي تحدي كده كل يوم مثلا ساعة او ساعتين في المطبخ هننظف فيهم حاجة. برجع بقى الاكسسوارز بتاعة الحوض مكانها، والحاجات اللي على الحوض برضو الصفاية واللي هو بتاع الصابون دوت، بتاعة المعالق الجديدة بقى رحبوا بقى معايا بيها،
رجعتها برضو مكانها، حطيتها كده زي ما انتوا شايفين بقى شكلها تحفة وشيك قوي، علشان باللون الابيض بقى كده الالوان بقت موحدة في المكان. حاولوا على قد ما تقدروا توحدوا الالوان في الحاجات بتاعة المطبخ، بالذات الحاجات اللي على الرخامات، عشان ما يبقاش المطبخ عندكم فرح. هنا بقى كان عندي كوز مية كده بكلور بصابون، ورحت بقى دلقاه في الارض وبالمقشة بقى، ويلا خليته بقى فلة، خليت الارض عندي فلة. الارض عندي نظيفة، بس السيراميك بتاعي من النقشة بتاعته كده تحسوها متوسخة شوية. ف من ضمن الغلطات برضو اللي انا عملتها في التشطيب عندي وانا بشطب، ان انا ما جبتش السيراميك سادة. قلت لا انا هجيبه اللون ده، انا بحب الحاجات اللي هي اللي فيها حجر وفيها خشبيات وكده. ف برضو ما كانش اختيار موفق بالنسبة لي. البتاعة بتاعت المطبخ بقى كانت مغسولة وكانت زي الفل برضو. كنت غسلاها وانا بغسل شوية حاجات كده، وكنت نشراها، وبعد ما نشفت كده المطبخ كويس حطيتها بقى وكانت زي الفل زي ما انتم شايفين بتلمع. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم فيديو جديد ومع السلامة.